على سيرة الجولاني هلّأ، ليش أنصار الحكومة الحالية منزعجين من اسم الجولاني؟ ينبغي أن يكون فخرًا لهم، يتفاخرون بهذا الاسم، لأنه هذا الاسم لسنا نحن من أطلقنا على أحمد الشرع اسم أبو محمد الجولاني، هو اللي قدّم نفسه للبيئة السورية، لأهل السنة والجماعة، للجماعات التكفيرية وللسلفية الجهادية والإسلام السياسي المتطرف، هو اللي قدم نفسه واختار لنفسه هذا الاسم أبو محمد الجولاني. أنتم يعني ليش مزعوجين الآن من هذا الاسم ومصرين إنه لأ، ينبغي أن نشطب على هذا الاسم وأحمد الشرع. شو أحمد الشرع؟ ما صار له كم شهر أحمد شرع 10 15 سنة كان أبو محمد الجولاني. كيف لنا أن نشطب على 14 سنة من أبو حم... آه، من عمر أبو محمد الجولاني لمجرد أنه ما صار له 8 شهور، لم يكمل سنته يعني، أنه هو أحمد الشرع. كيف فينا نشطب على أحمد الشرع الذي يتحمل المسؤولية العسكرية والسياسية والقانونية عن مجازر الساحل السوري، الذي يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والعسكرية عن مجازر السويداء؟ كيف فينا نشطب على أبو محمد الجولاني؟ حبيب أبو الميش و وسيف بولات وأبو عامشة وأبو طبشة والبطيحانات الذين يتكاثرون كالفطر في إعلام الجولاني وفي نظام الجولاني. كيف فينا نشطب على أبو محمد الجولاني؟ ساعدونا، خلي أبو محمد الجولاني ونظام أبو محمد الجولاني يعني يساعد السوريين، يساعدنا على أن ننسى هذا الاسم ولا نتلفظ بهذا الاسم. لما بنشوف سلوكيات وممارسات وأخلاقيات وتطبيقات عملية وفعلية ووطنية تنسنا الماضي الدموي الأسود لأبي محمد الجولاني، اسم مثقل بالدم والتكفير والقتل والدمار. يعني مثل ما خلي يساعدنا أبو محمد الجولاني أنه ننسى ما نساه حسن الدغيم اللي كان يقول عن أبو محمد الجولاني مجهول النسب ومشكوك في دينه ومشكوك في عروبته ومشكوك في ما بعرف شو، ما خلى شيء لم يقله. يعني قال في أبو محمد الجولاني ما لم يقله مالك في القبر من أوصاف وتشنيع وتكفير وتخوين، ما خلى شيء. هذا السحر اللي غير حسن الدغيم وخلاه يقول عن أحمد الشرع فخامة الرئيس. هذا السحر ليش ما يوزعوا أبو محمد الجولاني على كل السوريين؟ أنتوا ليش عم تخجلوا من اسم زعيمكم أبو محمد الجولاني؟ ليش؟ يعني بتعتبرونه تقليل؟ الرئيس، فخامة الرئيس أبو محمد الجولاني، يا سلام ما أحلى. فخامة الرئيس أحمد الشرعي كمان حلو، بس اسم أبو محمد الجولاني ليش الآن صار منبوذ ومكروه بالنسبة لكم؟ أنا أعلم، أنا أعلم لماذا، لكن أنتم ينبغي أن تضغطوا على أبو محمد الجولاني كي يسعى بخطى حثيثة وحقيقية وجدية وصميمية ووطنية وسياسية وأخلاقية أن يتحول من أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع. متى ما تحول على الرأس والعين، مش بالحكي، بالأفعال مش بالأقوال. نشوف سلوكه، نشوف أداؤه،
في محاسبة المجرمين والقتلة الذين ارتكبوا مجازر الساحل، الذين ارتكبوا مجازر السويداء والمجازر في أماكن أخرى. إذا بمستوى العدل والإنصاف والسعي نحو سوريا وطنية لا مركزية، كلما تقدم أبو محمد الجولاني في هذا الاتجاه فهو يبتعد عن أبو محمد الجولاني ويقترب من أحمد الشرع. فليساعد هو نفسه على أن ننسى هذا الاسم المدجج المفخخ بالتطرف والقتل والدمار والتكفير، وهو اسم أبو محمد الجولاني. الموضوع مش هيك يتحسسوا ويتكربجوا ويتكهربوا انه لا، اسم ابو محمد الجولاني حبيبي، هذا اسم ابو محمد الجولاني هو الذي اختاره لنفسه، هو الذي قدم نفسه وصدر نفسه للأمتين العربية والإسلامية على أنه أبو محمد الجولاني. محمد منصور وكل الصحفيين اللي كانوا بيروحوا بيقابلوه وما كان بيكشف عن وجهه أبو محمد الجولاني، كان يقدم نفسه أبو محمد الجولاني. هي مش مشكلتي، هي مشكلة أبو محمد الجولاني. كيف بإمكانه أن يشطب على 14 سنة من التكفير والقتل والدم والدمار والإرهاب والتخوين وكل شيء بشع؟ يعني كيف له أن يشطب هكذا بالأقوال بدون أفعال حقيقية وطنية إنسانية أخلاقية قانونية تساعد السوريين على أنه يطووا تلك الصفحات السوداء من تاريخ أبو محمد الجولاني.